السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي طلاب الصف الثاني الثانوي دفعة هذا العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ كالعادة بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن الفترة اللي فاتت دي كنا مقصرين معاكم شوية، بس مش شوية كتار والله، يعني ممكن بقالنا حوالي أسبوع أو 10 أيام ما نزلناش حاجة لتانية ثانوي. بس أنت متعرفش إحنا مضغوطين إزاي نفسيا وعصبيا وجسمانيا، كل حاجة بسبب اخواتكم الاكبر منكم اللي في ثالثه ثانوي، اللي انتم ان شاء الله هتكون مكانهم في يوم من الايام السنه الجايه. فساعتها برضو انتوا هتاخدوا كل الاهتمام عن اي حد، فسامحونا لو حد يعني لو في اي احساس، لو ذره صغيره ان احنا مقصرين، بس والله احنا مقصرين ولا حاجه، واحنا عملنا كل حاجه نقدر عليها معاك. ولسه هتشوف الفيلم اللي احنا داخلين عليه، فيلم ابن لذينه. ميزه كمان ان الامتحان قبليه عندنا يومين او يومين ونص كمان، ودولت فتره كافيه جدا 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 كفيزياء ان احنا نلم ما بين اللي احنا كده كده لو انت من طلابنا لمنهم اصلا وظابطين الدنيا كلهم فيهم الحمد لله. زي ما كنا نزلنا على قناتنا على اليوتيوب الفيديو اللي نال اعجاب الجميع اللي كان فيه مراجعه الباب الاول للمواعظ الساكنه، هنعمل دلوقتي فيديو لباب الحراره او قوانين الغازات اللي هنشرحه بشكل عام كده. بس كل جزء هخلصه انا هقسمه لثلاث اجزاء، كل جزء هخلصه هطلب من حضرتك ان انت اول لما تخلصه تروح تجيبه الشيت بتاعه على قناتنا على اليوتيوب علشان تشوف الحل بتاعه، عشان الفيديو ده هيبقى ملخص للشرح بس هيفرق معاك جدا ان شاء الله. جاهزين؟ يلا صلوا على سيدنا النبي. بص يا سيدي، احنا مبدئيا كده بسم الله ممكن نتفق اتفاق ان احنا زمان اتعلمنا ان احنا ممكن نقسم المواد من حيث حالتها لثلاث انواع: مواد صلبة وسائلة وغازية. طيب بسم الله، انا لو حاولت ارسم جزيئات المواد الصلبة لقينا ان ده شكل جزيئات المواد الصلبة بالظبط، متماسكة جدا، المسافات البينية ما بينها بتكون صغيرة قوي قوي زي ما انت شايف. علشان كده ممكن نقول ان المواد الصلبة جزيئاتها بتتحرك حركة بنسميها انا وانت حركة اهتزازية. ليه بنسميها اهتزازية؟ عشان لو في جزيء من جزيئات المواد الصلبة واحد بس اتحرك، بقية الجزيئات هي كمان بتتحرك، لان هي كلها لازقة ببعض. فلو في جزيء واحد اتحرك الباقي كمان بيتحرك. حلو قوي. طب لو حبينا نقول ان تاني نوع عندنا اللي بنسميه المواد السائلة، يا ترى بيبقى شكله عامل ازاي؟ تعالى كده نشوف. قال لك ادي منظر جزيئات المواد السائلة بالمنظر ده. ما زالت برضو والله المسافات البينية مش كبيرة قوي، بس هي اكبر من المسافات البينية بتاعت المواد الصلبة. عشان كده لما اجي اقول لك جزيئات المواد السائلة بتتحرك حركة بنسميها حركة ايه، تقول لي كده بتتحرك حركة بنسميها حركة اهتزازية، بسم الله، انتقالية. اخويا ليه بنسميها اهتزازيه انتقاليه؟ لان الذره دي لما بتهتز بتتحرك لحد ما تيجي هنا فتخبط في دي، فلما دي تهتز تتحرك لحد ما تيجي هنا فتخبط في دي، لما دي تهتز تتحرك لحد ما تيجي هنا تخبط في دي. على عكس المواد الصلبه لما كان في جزيء واحد بيهتز الباقي كان كله بيهتز في نفس اللحظه. بس هنا لما جزيء يهتز امتى التاني يهتز؟ لما الجزيء اللي حصل له اهتزاز ينتقل ويصطدم بالجزيء اللي كان ساكن. فعشان كده بنسمي حركة جزيئات المواد السائلة حركة اهتزازية انتقالية. طيب واخيرا بقى اللي عليها العين، المواد الغازية. يا ترى جزيئاتها عاملة ازاي؟ احنا لقينا ان ده شكل جزيئات الغازات عاملة كده. حد نلاحظ حاجة؟ ان المسافات البينية بين الجزيئات صغيرة ولا كبيرة جدا؟ كبيرة جدا. عشان كده ممكن تلاقي دي بتتحرك في اتجاه، ودي بتتحرك في اتجاه، ودي بتتحرك في اتجاه، ودي بتتحرك في اتجاه، والجزيء ده بيتحرك في اتجاه، بسبب ان المسافات البينية كبيرة جدا. لما الجزيء بيتحرك صعب جدا يصطدم بأي جزء تاني بسبب ان المسافات البينية ما بينهم كبيرة قوي. عشان كده حتى بنقول ان الغازات بتتحرك حركة بنسميها حركة انتقالية عشوائية. يعني كل جزيء بيتحرك حركة لوحده كده بشكل عشوائي، عشان كل جزيء بيبعد عن الجزيء التاني بمسافة بينية كبيرة جدا. يبقى خلاص احنا قسمنا المواد من حيث حالتها لثلاث حالات. ايه هما؟ صلبة، سائلة، غازية. المواد الصلبة بتتحرك حركة بنسميها حركة اهتزازية لان المسافات البينية ما بينها صغيرة جدا، فلو في جزيء واحد اتحرك الباقي كمان بيتحرك وبيهتز في نفس اللحظة، فبنسميه حركة اهتزازية.
السائله المسافات البينيه بتاعتها مش كبيره برضو، بس اكبر من المسافات البينيه بتاعت المواد الصلبه، فلو في جزيء بيتحرك بنستنى لحد ما ينتقل ويصطدم بجزء تاني فيخليه يتحرك، فبنسمي الحركه هنا اهتزازيه انتقاليه. اما في حاله الجازز، في حاله الغازات، المسافات البينيه بين الجزيئات بتبقى كبيره جدا، عشان كده كل جزيء بيتحرك بيبقى بيتحرك حركه عشوائيه لوحده مش حركه منتظمه، فبنسمي الحركه بتاعته حركه انتقاليه عشوائيه. ناخد بقى قهوه بقى كده عشان نمخمخ ونعرف نطلع لك مراجعه قنبله ان شاء الله. بص يا سيدي، احنا ولا يهمنا المواد الصلبه ولا يهمنا المواد السائله ولا يهمنا، لا ولا يهمنا ايه، يهمنا بقى الغازات. احنا النهارده جايين نتكلم على اسم الشابتر اللي بنسميه قوانين الغازات. طب يا ترى الغازات دي انت عايز تعرف عنها كام معلومه؟ عايز اعرف عنها 3 معلومات. رقم 1 كده، تتحرك حركه انت لسه قايلها بنسميها حركه انتقاليه عشوائيه، اللي ساعات بنسميها يا دكاتره حركه براونيه، نسبة للعالم اللي اتكلم عليها قبل ما ربنا ياخده اللي بنسميه براون. يبقى في عالم هو اللي درس الكلام ده زمان اسمه براون، فبنسمي حركة الجزيئات بتاعت الغازات باسمه حركة براونية. يبقى أول معلومة عايزين نعرفها عن الغازات اللي احنا لسه قايلينها، تتحرك حركة انتقالية عشوائية اللي ساعات بنسميها حركة براونية. لحد دلوقتي في مشكلة؟ طب الحمد لله. الحاجة التاني، يوجد مسافات بين جزيئاتها كبيرة. المسافات دي اللي أنا وأنت اتفقنا حبايبي بنسميها المسافات البينية. طيب المعلومة الثالثة والأخيرة بس بعد ما تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الغازات حجمها مش ثابت. ليه؟ لأن أنا ممكن الجزيئات دي اللي ما بينها في مسافات بينية كبيرة جدا جدا أنا ممكن أضغطها، فلما أضغطها حجم الحيز اللي يحصل له يقل. معنى كده إن الغازات ليس لها حجم ثابت، تقولي كده، مما جعلها قابلة للانضغاط. ممكن نضغطها، قابلة للانضغاط. حلو قوي. يبقى الغازات احنا عايزين نعرف عنها 3 معلومات. رقم 1 تتحرك حركة انتقالية عشوائية، المسافات اللي ما بينها اسمها مسافات بينية ومسافات كبيرة جدا، ملهاش حجم ثابت، دي بتاخد حجم الحيز اللي جواه، وبسبب ان في مسافات بينية كبيرة انا ممكن اضغطها، ولما بنضغطها بنقول عليها ان هي قابلة للانضغاط. بص بقى، ملخص الباب كله في الجملة الجاية اللي هقولها دي. بص يا سيدي، العلماء اكتشفوا ان احنا علشان نقدر نوصف الغاز وصف كامل في 3 كميات محتاجين ندرسهم. يعني امتى اقول ان انا عندي غاز عرفنا عنه كل حاجة؟ قال لك والله في 3 كميات فيزيائية محتاجين ندرسهم. ايه هم؟ رقم 1 البريشر الضغط، 2 الفوليوم اللي هو الحجم، رقم 3 التمبريتشر درجة الحرارة. فانا عشان اقول لحضرتك ان انا قدرت اوصف الغاز ده وصف كامل، يعني ايه كلمة اوصفه وصف كامل؟ اقدر اعرف عنه جميع خصائصه، اقدر اعرف عنه كل حاجة، اقدر اعرف عنه كثافته، اقدر اعرف عنه كتلته، اقدر اعرف عنه حرارته ايه اللي هيحصل لها. انت محتاج تدرس عن الغاز 3 حاجات بس، مين ومين ومين؟ البي والفوليوم والتي. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ تعال اقول لك. العلماء اتفقوا اتفاق ان احنا مش هينفع ندرس ال3 مع بعض كده مرة واحدة. امال عملوا ايه؟ قسموا نفسهم ل3. في قانون عندنا حطوا عالم اسمه بويل سميناه قانون بويل. القانون التاني عندنا اللي بنسميه قانون شارل، والقانون التاني اللي عندنا اللي بنسميه قانون جولي. العلماء دولت اللي اسمهم جولي شارل بويل عملوا ايه؟ قالوا لك كده، احنا مش هينفع ندرس ال3 مع بعض في نفس الوقت. احنا لما يبقى عندنا 3 حاجات عشان نعرف تأثير كل حاجة على التانية لازم نثبت التالتة. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي 3 حاجات طالما هدرس حاجتين مع بعض لازم الحاجة التالتة تبقى ايه؟ تبقى ثابتة. فبويل اختار ان هو لو انا عندي هنا بي فوليوم تي، اختار ان هو يثبت الحرارة اهي، الحرارة ثابتة، ولما ثبت الحرارة اكتشف ان البي مع الفوليوم ما بينهم علاقة عكسية وسمى القانون ده قانون بويل. اما شارل لو احنا قلنا
عندنا بي وفوليوم تي. شارل ثبت البي فاكتشف ان الفوليوم مع الحرارة ما بينهم علاقة طردية. اما جولي لو انا كتبت اهو بي فوليوم تي ثبت الفوليوم فاكتشف ان الضغط مع الحرارة ما بينهم علاقة طردية. ومن هنا خلينا ممكن نقول ان بي واحد على بي 2 طالما علاقة عكسية بيبقى فوليوم 2 على فوليوم 1. طب الناحية التانية الفوليوم مع تي علاقة طردية، يعني من حقي اخش اقول ان فوليوم 1 على فوليوم 2 بتساوي تي 1 على تي 2. ادي العلاقة التانية. واخيرا البي طردي مع الحرارة، ده خلانا نقول ان بي 1 على بي 2 بتساوي تمبريتشر 1 على تمبريتشر 2. ادي العلاقة التالتة. انا كده عملت ايه؟ انا كده فرشت لك الباب بشكل ملخص جدا. ده الباب. احنا لسه بقى هنمسك كل واحد من دولت نتكلم عليه بالتفصيل، بس بعد ما تصلوا على سيدنا النبي كده صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل تاني حبايبي؟ ده اللي حصل. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا عشان نوصف الغاز وصف كامل في 3 حاجات محتاجين ندرسهم. مين هم؟ بي فوليوم تي. طيب ده كلام حلو قوي، بس هل ينفع ندرس 3 مع بعض مرة واحدة؟ لا، لازم ندرس 2 ونثبت الثالثة. فالعلماء قسموا نفسهم ل 3 بارتس، 3 اجزاء. قانون سموه قانون بويل، والقانون الثاني سموه قانون شارل، والقانون الثالث سماه قانون جولي. قانون بويل قال لك ايه؟ بويل قال لك انا هثبت الحراره فاكتشف ان الضغط مع الحجم ما بينهم علاقه عكسيه. فعلا انا كل ما بضغط غاز حجمه بيقل، كل ما بضغط يعني ازود الضغط الحجم يقل. طب هنا احنا عارفين طول عمرنا ان احنا كل ما بنسخن اي جسم بيتمدد حجمه بيزيد عشان فعلا علاقه طرديه. واكتشفنا هنا ان البريشر مع الحراره ما بينهم علاقة طردية، وقدرنا نعمل 3 قوانين بيدرسوا ال3 كميات، بس بيدرسوا كل 2 مع بعض مع ثبوت الثالثة. عشان كده قانون بويل بيقول لي ان الضغط بيتناسب حدسي مع الحجم عند ثبوت الحرارة. قانون شارل الحجم بيتناسب طردي مع الحرارة عند ثبوت الضغط. قانون جولي الضغط بيتناسب طردي مع الحرارة عند ثبوت الحجم. كده انا فرشت لك الباب ان جنرال بشكل عام. تعالى بقى نمسك حاجة حاجة ونبدأ مع بعض. الاول قانون اللي اسمه قانون بويل اهو يا عم، قانون اللي سميته انا وحضرتك قانون بويل، اللي تعالى بقى نتكلم عليه بالتفصيل. نخلصه واقول لك افتح الشيت بتاعه، وبعد كده اخش على قانون شارل اتكلم عليه بالتفصيل، اخلصه واقول لك افتح القانون بتاعه، افتح الشيت بتاعه. بعد كده اخش على قانون جولي اخلصه واقول لك افتح القانون او الشيت بتاعه، عشان شفت المراجعه وشفت معانا فيديوهات ال3 شيتات عشان ما يبقاش عندك مشكله خالص في الكلام ده. جاهزين نبدا مع بعض في قانون بويل؟ يلا. طيب صلوا على سيدنا النبي. بص حبيبي قلبي، تعالى نخش مع بعض بقى ونتكلم على القانون الثاني او القانون الاولاني اللي اسمه قانون بويل ونشوف بيقول ايه. احنا اتفقنا مع بعض ان بويل قال ان الضغط بيتناسب عكسيا مع الحجم at temperature is constant لما درجه الحراره تبقى ثابته. ده يخلينا نعمل ايه؟ احنا لسه قايلين ان ممكن نقول اذا بي 1 على بي 2 بتساوي فوليوم 2 على فوليوم 1. ولو ضربنا وسطين في طرفين نقدر نوصل ان بي 1 فوليوم 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2. وده اول قانون عندنا النهارده. احنا لو حبينا نقسم قانون بويل لكذا بوينت، ادي اول بوينت عايزين نبقى مذاكرينها سوا. بي 1 فوليوم 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2. الحاجة التانية بس بعد ما تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنا لو عندي غاز ليه ضغط اسمه بي 1 وليه حجم اسمه فوليوم 1، وعندي غاز تاني ليه ضغط اسمه بي 2 وليه حجم اسمه فوليوم 2، حطيت الغازين دولت على بعض حبايبي، فساعتها بيتكون عندي غاز ليه ضغط اسمه ضغط الخليط وليه فوليوم اسمه فوليوم الخليط. ده ساعتها يخلينا من حقنا نخش نقول ان بي خليط فوليوم خليط بتساوي بي 1 فوليوم 1 زائد بي 2 فوليوم 2. انت بتعمل ايه يا اشرف يا حسام يا اخويا؟ انا عمال افرش لحضرتك افكار المسائل والقوانين اللي ليها علاقه بقانون بويل، عشان بعد ما اخلص لو انت شفت الشيت وهتراجع عليه تاني، او لو انت مش من طلابنا في المحافظات مثلا ولسه هتبتدي تذاكر الباب ده، ترجع تتفرج على الشيت. هو انا مستر لو اذاكره من الاول الحق؟ طبعا. انا بعمل الكلام ده لمين؟ لاهلي يعني؟ مواليك يلا. طيب حلو قوي. الحاجه اللي بعد كده بس تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بص حبيب قلبي،
انا لو جيت قلت لحضرتك بعد اذنك يعني كده ان انا عندي بحيره ميه بالمنظر اللي انت شايفه ده كده، ماشي يا سيدي، ادي منظر بحيره الميه. بعد كده جيت قلت لحضرتك لو سمحت لو سمحت لو سمحت انا كان عندي واحد بيعوم هنا بالمنظر ده كده، نفرض ان ده شخص بيعوم، والشخص ده وهو بيتنفس تحت الميه كان عمال يطلع حاجه اسمها فقاعات غازيه، بيطلع من بقه الفقاعات الغازيه. طب الفقاعه الغازيه دي وهي تحت بيبقى ليها حجم، وعقبال ما بتطلع فوق بيبقى ليها حجم تاني خالص، لان ان حجمها بيزيد. طب ليه حجمها بيزيد؟ اقول لك انا بقى، اصل الانسان اول ما بيطلع فقاعه غازيه وهي تحت بيبقى ليها ضغط اسمه بي واحد، حيث بي واحد عباره عن بي اي زائد رو جي اتش. فعلا الفقاعه دي بيأثر عليها الضغط الجوي زائد ضغط السائل اللي اسمه رو جي اتش. بس عقبال ما الفقاعه دي بتطلع فوق بيبقى ليها ضغط تاني اسمه بي 2، حيث البي 2 بيساوي بي اي بس. فالانسان وهو بيتنفس تحت الميه لما بيطلع فقاعه غازيه تحت بيبقى ضغطها كبير، عقبال ما بتطلع فوق ضغطها بيقل. طب مش انا عارف ان الضغط مع الحجم ما بينهم علاقه عكسيه؟ فطالما لما نطلع فوق الضغط بيقل يبقى حجمها ايه اللي بيحصل له؟ بيزيد. ايه اللي يخصني انا؟ ان انا ابقى عارف ان انا ممكن اجي هنا اكتب قانون بويل اللي هو بي 1 فوليوم 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2، واجي اعوض بقى في مسائل الفقاعه الغازيه. يعني هشيل بي 1 واحط بدلها بي اي بلس رو جي اتش. الكلام ده في فوليوم 1، وفوليوم 1 بيمثل لي حجم الفقاعه الغازيه وهي تحت. طب لما تطلع فوق بيبقى ليها ضغط اسمه بي 2، حيث البي 2 هو عباره عن الضغط الجوي بس اللي بيأثر عليها في فوليوم 2. واوعى تنسى ابوس ايدك ان احنا احيانا بنحتاج نشيل الفوليوم ونحط بداله اهو 4/3 باي ار تكعيب. اشمعنى؟ لان الفوليوم هنا عباره عن كره، لان الفقاعه دي هندسيا، اوعى تبقى حمار يالا وتقول ان الفقاعه دي دايره يالا، اوعى تبقى بصماج يالا. الفقاعه دي هندسيا عباره عن كره، وحجم الكره بيساوي 4/3 باي ار تكعيب، عشان ممكن فوليوم 1 وفوليوم 2 ما يبقاش معانا، فنضطر حضرتك ان احنا نشيل الفوليوم ونحط بداله مين على مين؟ 4/3 باي ار تكعيب. حلو قوي. تعالى برضو كده على جنب نلخص اهم المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها برضو عن قانون بويل، بحيث لما باذن الله تخش تحل ان شاء الله ان شاء الله ما تبقاش في حاجه واقفه معاك نهائي. بص يا سيدي، حد فاكر الانبوبه الشعريه؟ انا فاكر الانبوبه الشعريه. كانت بتقول لي ايه الانبوبه الشعريه دي؟ افكرك. الانبوبه الشعريه دي يا دكاتره كان ليها 3 اوضاع. حاول نصغرها شويه. ده الوضع الاولاني، كانت بتبقى رأسيه وفتحتها الاعلى، وده الوضع الثاني، كانت بتبقى رأسيه وفتحتها الاسفل، بالمنظر ده كده. وفي وضع ثالث ان هي بتبقى افقيه بالمنظر ده. طيب هي الانبوبه الشعريه دي اصلا ايه لازمتها؟ هي عباره عن انبوبه بسيطه جدا بالمنظر ده، والانبوبه دي بتحتوي من الداخل على غاز محبوس. يعني هنا في غاز وهنا في غاز وهنا في غاز. طب ده كلام محترم قوي. طب الغاز ده علشان نقدر نحبسه بنحبسه بشويه من الزئبق، بخيط من الزئبق. فبنيجي هنا نحط شويه زئبق عشان يمنع الغاز ده ان هو يتسرب، والزئبق ده بيبقى ليه ارتفاع اسمه اتش. ونفس الكلام انا هاجي هنا عشان احبس الغاز بحط هنا شويه زئبق ليه نفس الارتفاع اللي اسمه اتش، واجي هنا عشان احبس الغاز بحط شويه زئبق اللي ليهم ارتفاع اسمه اتش. يبقى الانبوبه الشعريه عباره عن انبوبه عاديه جدا. الانبوبه دي بنحطها او بنحط جواها غاز، بيبقى غرضنا ان احنا عايزين نحبسه. الغاز ده بنحبسه عن طريق زئبق، الزئبق ده بيبقى ليه ارتفاع اسمه اتش. طيب انت عايز ايه بقى؟ انا عايز اقول لحضرتك ان اللي بيختلف من هنا لهنا لهنا هو ارتفاع الغاز. يعني الغاز هنا بيبقى ليه ارتفاع، والغاز هنا بيبقى ليه ارتفاع، والغاز هنا بيبقى ليه ارتفاع. طب هنسمي الارتفاعات ايه دي بقى؟ تعالى ما اقول لك. احنا هنسمي ارتفاع الغاز والانبوبه افقيه ال1، وهنسمي ارتفاع الغاز والانبوبه راسيه وفتحتها الاعلى ال2، وهنسمي ارتفاع الغاز والانبوبه راسيه وفتحتها الاسفل ال3. يبقى خلاص
احنا ممكن نلخص الحدوته كالاتي: الانبوبه الشعريه عندنا ليها 3 اوضاع، لا اما راسيه وفتحتها الاعلى، لا اما راسيه وفتحتها الاسفل، لا اما افقيه. مين اللي ثابت هنا وهنا وهنا؟ ارتفاع الزئبق اللي بيبقى حابس الغاز. طب مين اللي بيتغير هنا وهنا وهنا؟ ارتفاع الغاز اللي وهو افقي بنسميه ال1، وهي راسيه الاعلى ال2، وهي راسيه لاعلى ال3. دي الثلاث حالات بتاع الابلكيشن اللي عندنا اللي بنسميه الانبوبه الشعريه. ادي يا مستر لا اما افقيه، لا اما راسيه وفتحتها الاعلى، لا اما راسيه وفتحتها الاسفل. طب ايه علاقه ده بقانون بويل؟ يعني هيلعب معانا ازاي بقى؟ تعالى ما اقول لك. بص يا سيدي، اجي اقول لك في المساله ايه، بس بعد ما تصلوا على سيدنا النبي الاول كده عليه الصلاه والسلام. نحاول بس نصغر دي شويه. بص بقى، اجي اقول لك اذا كانت، انا هقسم السبوره نصين اهو، اذا كانت، وهصغر خطي شويه معلش، اذا كانت الانبوبه افقيه ثم اصبحت راسيه وفتحتها الاعلى. يعني يجيب لك مساله اقول لك ان انا كان عندي انبوبه شعريه كانت افقيه ثم اصبحت راسيه وفتحتها الاعلى، ساعتها بقى ايه اللي هيحصل؟ تعالى ما اقول لك. بص يا سيدي، هو مش انا عارف ان قانون بويل بيقول ان بي 1 فوليوم 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2؟ حصل. طب انا بي 1 ده هنزله، وعلى فكره بي 1 هنا بيمثل لي ضغط الغاز لما كانت الانبوبه افقيه. طيب فوليوم 1 بقى، هو الغاز هنا هندسيا، الغاز ده هنا هندسيا حبايبي مش هندسيا بيكون على هيئه اسطوانه. طب ما انا عارف ان حجم الاسطوانه، ركز معايا، انا عارف ان حجم الاسطوانه بيساوي مساحه القاعده في الارتفاع. يعني ايه رايك بعد اذنك كده اجي اشيل فوليوم 1 واحط مساحه القاعده اللي هي ايه في الارتفاع اللي هو ال1، وهشيل فوليوم 2. فوليوم 2 هنا بيمثل لي حجم الغاز لما اصبحت راسيه وفتحتها الاعلى، وهروح حاطط مكانه كده ايه ال2. طب عايزين بقى نعوض عن الضغط، صلوا على سيدنا النبي. الانبوبه لما بتبقى افقيه، حد فاكر المعلومه دي لما قلناها في السنتر؟ بيبقى ضغط الغاز بيساوي بي اي. الانبوبه لما تبقى راسيه وفتحتها الاعلى بيبقى ضغط الغاز بيساوي بي اي زائد اتش. الانبوبه لما بتبقى افقيه وفتحتها لاسفل بيبقى ضغط الغاز بيساوي بي اي ناقص اتش. طب حلو قوي، الانبوبه هنا كانت افقيه يبقى بي 1 بيمثل البي اي، ثم اصبحت راسيه وفتحتها الاعلى يبقى بي 2 هنا عباره عن بي اي بلس اتش. طب ايه رايك؟ مش انا ممكن اجي هنا اروح مطير الاي مع الاي، فيتبقى عندي في الاخر بي اي ال 1 بيساوي بي اي بلس اتش الكل مضروب في ال 2. وده القانون اللي انا عايزه. يعني الشرح اللي انا شرحته ده انت مش مطالب بيه، انا كل اللي عايزه منك لما اجي اقول لك اذا كانت الانبوبه افقيه ثم اصبحت راسيه وفتحتها الاعلى، تخش تكتب على طول بي اي ال 1 بيساوي بي اي زائد اتش ال 2، حيث ال 1 هو ارتفاع الغاز والانبوبه افقيه، وال 2 ارتفاع الغاز والانبوبه راسيه وفتحتها الاعلى، والاتش ده ارتفاع الزئبق. طب اللي فهم دي الناحيه الثانيه بقى، بص هاجي اقول لك ايه. بسم الله. اذا كانت الانبوبه افقيه، ركز معايا، ثم اصبحت راسيه لاسفل. طب خلاص انا هخش اكتب نفس الكلام. القانون الاصلي بتاعنا بي 1 فوليوم 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2. طب ده كلام حلو قوي. بي 1 ده ضغط الغاز والانبوبه افقيه اللي هو بي اي، جميل. فوليوم 1 عباره عن حجم الغاز اللي هو على هيئه اسطوانه اللي هو عباره عن ايه في ال 1، المساحه في ارتفاع الغاز في الحاله دي اللي هو اسمه ال 1 بيساوي بي 2. لما تبقى راسيه وفتحتها الاسفل بيبقى الضغط بي اي ناقص اتش في حجم الغاز وقتها اللي هيساوي مساحه القاعده في الارتفاع
الاي يروح مع الاي عشان نوصل لنفس العلاقه اللي انا عايزها اهو. بي اي الواحد بيساوي بي اي ناقص اتش. بس احنا اتفقنا لما تبقى رأسية الأسفل بنسمي الارتفاع ال3، يبقى بي اي ناقص اتش ال3 وهو المطلوب. انا يا مستر مش عايزك تبقى مذاكر الاثبات اصلا، انا عايز لما اجي اقول لك الانبوبه الشعريه افقيه ثم اصبحت راسيه وفتحتها الاسفل تكتب القانون ده. طب الانبوبه الشعريه كانت افقيه ثم اصبحت راسيه وفتحتها الاسفل تكتب ده. يبقى الاعلى افقيه ثم الاعلى اكتب ده على طول، افقيه ثم الاسفل اكتب ده على طول. وخلي بالك ال واحد هنا هو ال واحد هنا اللي هو ارتفاع الغاز والانبوبه افقيه. اما ال 2 ارتفاع الغاز والانبوبه الراسيه الاعلى، ال 3 ارتفاع الغاز والانبوبه الراسيه الاسفل. اما مين اللي ثابت هنا وهنا وهنا؟ الاتش اللي احنا بنسميه ارتفاع الزئبق. وبكده ابقى عملت لك في بورد واحده، وده الغرض من المراجعه. بحب الم كل حاجه بورد عشان لو حابب تعمل لها سكرين شوت كده ابقى عملت لك بورد واحده اعمل لها يلا سكرين شوت، اعمل اخلص يا عم اعمل وابقى قصني اعمل. كده احنا اصبح عندنا بورد واحده فيها ملخص لاهم القوانين اللي تخص قانون بويل. اهم حاجه تبقى عارف ان بويل ده عمل ايه. قال لك ان الضغط مع الحجم ما بينهم علاقه عكسيه عند ثبوت درجه الحراره. ادي قانون، ادي قانون، وده القانون اللي بنستخدمه لما يقول لي في المساله لو انت فاكر ان انا عندي فقاعه غازيه ادي الثالث وده الرابع وده الخامس اللي بنستخدمهم امتى؟ ده بنستخدمه لو كان جه قال لي انبوبه شعريه افقيه ثم اصبحت راسيه الاعلى، وده اللي بنستخدمه لو جه قال لي ان انا عندي انبوبه شعريه افقيه ثم اصبحت راسيه وفتحتها لاسفل. يا رب نبقى استفدنا. المفروض ان انت دلوقتي تعمل بوز وتروح تفتح معايا فيديو الباب التاني شيت 1 بتاع قانون بويل وتحل الشيت معايا كله. صدقني لو انت اعتمدت على الفيديوهات دي او الامتحانات الشامله اللي احنا هننزلها، المفروض وانت بتشوف فيديو ان شاء الله تبقى نازل على قناتنا على اليوتيوب قبل الامتحان بتاعك، صدقني ما هتخش الامتحان ان شاء الله تجيب درجه كويسه واحتمال تقفل كمان. بس عشان تبقى توب التوب لازم تسمع كلامي. بعد ما تخلص ده على طول تفتح الفيديو بتاع شيت 1 اللي فيه حل افكار قانون بويل تخلصه. وبعد كده لما اخلص قانون شارل تفتح الفيديو اللي فيه قانون شارل اللي فيه الشيت تخلصه. وبعد كده هشرح قانون جولي، بعد ما خلصت تروح فاتح الفيديو اللي فيه الشيت تخلصه، وهكذا. نتمنى ان نكون عند حسن ظنكم. يلا نفتح مع بعض قانون شيت بويل مع نفسك وترجع تاني تكمل معايا الفيديو قانون شارل. ها تمام؟ تعالى بقى نشوف قانون شارل بيقول ايه، بس بعد ما تصلوا على سيدنا النبي. تعالى بقى نبدا مع بعض يلا قانون شارل. بس اتمنى ان انت ما تبقاش بتكمل معايا الفيديو دلوقتي غير لما تبقى فتحت الشيت اللي اسمه قانون بويل وشفت الاسئله بتاعته والافكار بتاعته اللي قنبله افكار جامده جدا قبل ما تكمل معانا قانون شارل. يلا صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بص بقى شارل عمل ايه. احنا اتفقنا ان شارل قال لنا علشان نوصف الغاز وصف كامل لازم ندرس حاجتين. قال لك انا هثبت الضغط وهدرس العلاقه ما بين الفوليوم والتمبريتشر، ما بين الحجم والحراره، الا اكتشف ان ما بينهم علاقه طرديه. طب ليه بقى ما بينهم علاقه طرديه؟ دي جت منين؟ بص عمل حاجه حلوه قوي. قال لك انا هجيب انبوبه شعريه بالمنظر ده كده، والانبوبه الشعريه دي احنا اتفقنا ان احنا بنحط فيها غاز وبنبقى حابسين الغاز بشويه من الزئبق اللي ليه ارتفاع اسمه اتش. وراح جايب اناء بالمنظر ده كده حاطط فيه الانبوبه الشعريه بحيث ان يعرف يحط حوالين الغاز حاجه. ايه الحاجه اللي يحطها حوالين الغاز؟ قال لك هيحط هنا حاجه من الاثنين. مره هيحط هنا تلج اللي درجه حرارته 0 درجه سليزيوس، ومره هيحط هنا ميه مغليه، ماء مغلي اللي درجه حرارته 100 درجه سليزيوس. يبقى انا هحط حوالين الانبوبه حاجه من الاثنين، لا اما تلج اللي حرارته 0 سليزيوس، لا اما ماء مغلي اللي درجه حرارته 100 درجه سليزيوس. ايه اللي حصل؟ قال لك انا عايز اعرف بقى هو ايه اللي حصل للحجم لما انا زودت الحراره. مش هو مره حط تلج حرارته 0 ومره حط ميه مغليه حرارتها 100 سليزيوس؟ تعالى كده نشوف. قال لك انا هنا هرسم درجه الحراره بالسليزيوس وهرسم هنا الحجم بالمتر مكعب. ماشي حلو قوي. عند النقطه دي احنا هنسميها 0 سليزيوس، مش دي نقطه الاصل اللي هي نقطه الصفر.
قال لك لما الحراره كانت بصفر سليزيوس لقينا ان الحجم كان هنا كده، ده كان الحجم اللي انا وانت هنسميه بعد اذنك يعني فوليوم صفر سليزيوس. طب حلو قوي. ولما الحراره زادت بقت 100 درجه سليزيوس لقينا ان الحجم اكيد زاد لحد ما جه هنا كده. يعني هو جه قاس حجمين، جه قاس حجم الغاز لما كانت الحراره صفر سليزيوس كان هنا، وجه قاس حجم الغاز لما كانت الحراره صفر سليزيوس كان هنا، وهنسمي الحجم الغاز في الحاله دي حجم الغاز عند 100 درجه سليزيوس. لما جه وصل الخطين مع بعض لقاهم شكلهم عاملين كده بالمنظر ده كده بالظبط، وبكده اقدر بقى ساعتها اسالك سؤال دلوقتي، بس بعد ما تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو كده لما الحراره ايه حصل لها؟ الحجم ايه اللي حصل له؟ لما الحراره زادت الحجم زاد. لا ممكن تقولها معايا تاني، لما الحراره زادت الحجم زاد. وده اللي خلانا ساعتها نقول يا معلم ان الفوليوم مع التي ما بينهم علاقه طرديه. يبقى من هنا قانون شارل اثبت من خلال الجهاز اللي عمله او التجربه اللي عملها، مره حط ميه تلج كانت حرارتها صفر كان ده الحجم، لما بدلها بميه مغليه حرارتها 100 كان ده الحجم. لان لما الحراره بتزيد الحجم بيزيد، فقال لك بس خلاص اذا العلاقه ما بينهم علاقه طرديه. بس خلي بالك الكلام ده حصل عند ثبوت الايه؟ عند ثبوت الضغط. بس في حاجه غريبه حصلت قوي بقى، ركز معايا. لما جينا نمد الخط ده لقينا ان الخط ده قطع محور السينات عند النقطه دي عند درجه حراره اسمها سالب 273 درجه سليزيوس. اسمها ايه؟ سالب 273 درجه سليزيوس. طب اسال بقى السؤال، هي النقطه دي عندها الحراره بسالب 273 سليزيوس، طب عندها الحجم بكام؟ عندها الحجم بصفر. ما النقطه دي بتقع على السينات يبقى الصادات بصفر، النقطه دي بتقع على السينات يبقى الصادات بصفر. طب طالما النقطه دي صادتها بصفر، معنى كده ان النقطه دي عندها حجم الغاز بيساوي صفر. طب صفر متر مكعب، بذمتك ده ينفع؟ هو في حاجه اسمها ان الحراره لو قعدت تقل الغاز مش هيبقى موجود اصلا؟ ما هو لو الحجم انعدم الغاز كده اصبح مش موجود. فانت عايز تقول لي لو الحراره قعدت تقل لحد ما وصلت لسالب 273، هل فعلا الحجم بينعدم؟ قال لك يا مستر الحجم بينعدم نظريا، يعني بينعدم على العلاقه، بس في الحقيقه مش بينعدم طبعا. عشان كده حتى درجه الحراره دي العلماء ادوها تعريف كده، سموها الصفر المطلق. سموها ايه يا معلم؟ الصفر المطلق. وعرفوها ازاي؟ قالوا عليها كده ان الصفر المطلق هي درجة الحرارة التي ينعدم عندها حجم الغاز نظريا، بس في الحقيقة لا. يعني في التجربة اللي انت عملتها طلع ان الحجم بصفر، بس هو مستحيل يبقى بصفر. يبقى درجة الحرارة دي بنسميها الصفر المطلق، وهي درجة الحرارة التي ينعدم عندها حجم الغاز نظريا. بص بقى، الصراحة احنا عندنا وحدتين للحرارة السنة دي، في وحدة اسمها درجة الحرارة بالكلفن، وفي وحدة اسمها درجة الحرارة بالسيليزيوس. طب هل ينفع نحول من كلفن لسليزيوس؟ في قانون بيقول لي عشان تحول درجة الحرارة من كلفن لسليزيوس او العكس، بتمسك السيليزيوس تجمع عليها 273 درجة علشان تبقى كلفن. يبقى في علاقة بتجمع ما بين درجة الحرارة بالكلفن لدرجة الحرارة بالسيليزيوس. العلاقة دي مهمة جدا، بتقول لي ان درجة الحرارة بالكلفن بتساوي درجة الحرارة بالسيليزيوس زائد 273. العلاقة دي بقى تفيدني في ايه؟ تعالى اقول لك. افرض انا جالي كيف انا وانت، نحول انا وانت الرسمة دي، مش هنا مكتوب تي سليزيوس، لا انا عايز اخليها تي كلفن. يعني شارل لما عمل التجربة عملها بسليزيوس. افرض جالي كيف انا احولها لكلفن. طب يلا بينا، بسم الله. امسك نقطة من السيليزيوس اجمع عليها كام؟ 273. جاهزين. النقطة دي كانت كام؟ سالب 273 سيليزيوس. لما انا اعوض بيها هنا واجمع عليها 273 سالب 273 زائد 273 تبقى 0 درجة كلفن. فالنقطة دي لما حولنا الرسمة دي لكلفن جت هنا، فبقت العلاقة ساعتها عاملة كده بالظبط. وده كمان اللي اكد لنا اكتر فعلا ان احنا ممكن نقول ان الفوليوم يتناسب طرديا مع درجة الحرارة، عشان يبقى من حقنا دلوقتي نخش نكتب مع بعض اول قانون اللي بيقول لي فوليوم 1 على فوليوم 2 بيساوي تي 1 على تي 2. علي صوتك، بيقول لي ايه تاني يا معلم؟ فوليوم 1 على فوليوم 2 بيساوي تي 1 على تي 2. مش مبسوط؟ اعلى، علي صوتك. فوليوم 1 على فوليوم 2 بيساوي تي 1 على تي 2.
لحد دلوقتي في مشكله؟ لا. طب احمد ربنا يلا بسرعه، اللهم لك الحمد. طب بص بقى، هو حضرتك بتقول لي ان فوليوم 1 على فوليوم 2 بيساوي تي 1 على تي 2، مش انا ممكن ابدل ده بده؟ يعني ممكن اجيب ده هنا واجيب ده هنا، فتبقى العلاقه ساعتها اسمها فوليوم 1 على تي 1 بيساوي فوليوم 2 على تي 2. مش دي هي دي بالظبط؟ يعني لو كتبتها كده هي بالظبط لما كتبها كده. طب انت ليه كتبتها بالمنظر ده؟ تعال اقول لك بقى. لو انا جيت قلت لك في مساله عند خلط غازين او اكثر، لو انا خلطت غازين او اكثر، ساعتها هيكون من حقي اخش اكتب فوليوم خليط على تي خليط بيساوي فوليوم 1 على تي 1 زائد فوليوم 2 على تي 2. ده كلام محترم جدا 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 وقانون مهم جدا جدا. يبقى ده القانون الاول اللي عندنا في قانون شارل، وده القانون الثاني اللي بنستخدمه لو احنا عندنا خليط. في حاجه بس نسيت اقولها، خلي بالك، القانون ده الحراره بنشتغلها بالسيليزيوس ولا بالكلفن؟ بنشتغلها بالكلفن، اوعى تنسى الحته دي، الحته دي مهمه قوي. التي هنا والتي هنا لو في المساله جايبه لي سيليزيوس لازم اخليها كلفن. طب عشان احول من سيليزيوس لكلفن بجمع عليها كام؟ 273. حاجه كمان، هو مش حضرتك بتقولي ان القانون بيقول ان فوليوم 1 على فوليوم 2 بيساوي تي 1 على تي 2؟ اهو اللي هو ده. طب ايه رايك حضرتك لو سمحت يعني بعد اذنك، لا وانا جالي كيف انزل هنا تي 1 على تي 2 زي ما هي؟ ماشي. بص بقى، انا هشيل فوليوم 1 واحط ام 1 على رو 1. ايه ده؟ ليه؟ مش فاهم. افكرك، هو مش احنا عارفين يا معلم ان رو بتساوي ام على فوليوم؟ يبقى الفوليوم من هنا بتساوي مين على مين؟ بتساوي ام على رو. فانا ممكن اشيل فوليوم 1 واخليها ام 1 على رو 1، حلو قوي، وهشيل فوليوم 2 وهخليها ام 2 على رو 2. بس شفت العلامه دي؟ مش العلامه دي اسمها؟ الاسم دي انا ممكن اخليها ضرب، بس بشرط اعمل ايه في اللي بعدها؟ اشقلبه. فممكن اشيل فوليوم 2 واحط بدلها يا معلم ام 2 على رو 2، بس لما اشقلبها تبقى رو 2 على ام 2. انا لما اخلي الاسم ضرب لازم اشقلب. طيب بص بقى، في حاجه طول عمرها ثابته، سواء في شارل، في جولي، في اي حاجه، في قانون بويل، اي قانون بندرسه، في حاجه دايما ثابته مش بتتغير. مين هي؟ الكتله. كتله الغاز لا تتغير. فمعنى كلمه ان الكتله ثابته ممكن اطير ام 1 مع ام 2، فساعتها نوصل للعلاقه دي اللي بيقول لي رو 2 على رو 1 بيساوي يا معلم تي 1 على تي 2، وده قانون مهم جدا وهنشوف عليه ان شاء الله مسائل النهارده واحنا بنحل الامتحان الشامل اللي انت هتشوفه بعد فيديو المراجعه باذن الله. لحد دلوقتي في مشكله؟ طيب اخيرا بص بقى، هو لو انا جبت انبوبه شعريه بالمنظر ده وقلت لحضرتك الانبوبه الشعريه دي فيها غاز، والغاز ده محبوس بشويه زئبق، وشويه الزئبق دولت الارتفاع بتاعهم اسمه اتش. هو مش انا عارف ان الغاز ده هندسيا ليه حجم حصل؟ طيب هو حجم الغاز مش انا وانت اتفقنا بيساوي المساحه في الارتفاع اللي احنا بنسميه ال؟ جميل. طب هو انا لو سخنت الغاز او بردت الغاز، هل المساحه اللي اسمها ايه دي بتتغير؟ لا، الايه ثابته. بس لو انا سخنت الغاز يعني عليت حرارته، حجمه هيزيد وبالتالي ارتفاع الغاز ده هيزيد. ايه ده؟ يعني الفوليوم مع ال ممكن نقول ان هم ما بينهم علاقه طرديه. تاني، يبقى انا كل ما بسخن الغاز طالما حجمه زاد يبقى ارتفاعه هيزيد. معنى كده ان الفوليوم مع ال ما بينهم علاقه طرديه. يعني ممكن نخش نقول فوليوم 1 على فوليوم 2 بيساوي ال1 على ال2 في حاله الانبوبه الشعريه. طب مش انا عارف ان فوليوم 1 على فوليوم 2 اصلا بيساوي تي 1 على تي 2؟ ايه رايك لو جينا كتبنا جنبيهم هنا تي 1 على تي 2 وجينا نبروز وقلنا الكلام ده هام جدا جدا جدا؟ يبقى احنا كده وصلنا في قانون شارل فوليوم 1 على فوليوم 2 زي ما بيساوي تي 1 على تي 2 بيساوي ال 1 على ال 2. فالخلاصه
في مسائل قانون شارل لما يجيب لي انبوبه شعريه، ساعات بدل ما نقول فوليوم 1 على فوليوم 2 بيساوي تي 1 على تي 2، بنشيل فوليوم 1 على فوليوم 2 وبنكتبها مين على مين؟ ال 1 على ال 2. عشان كده حتى كتاب المدرسه بيقول لحضرتك ايه؟ ان الانبوبه الشعريه المنتظمه المقطع اللي هي معتدله منتظمه المقطع، الطول مقياس عن الحجم. معنى كلمه الطول مقياس عن الحجم ان انا ممكن اشيل فوليوم 1 على فوليوم 2 واحط بداله مين على مين؟ تي 1 على تي 2. طيب اخيرا اخر جزء عايزين نقوله علشان نبقى لمينا جميع الافكار هنا. بص يا سيدي، كتاب المدرسه كده في جمله قالها مهمه قوي قوي، عايزين من خلالها نستنتج اخر قانونين يخصوا قانون شارل عشان نبقى لميناه زي قانون بويل في بورد واحد زي ما اتفقنا، عشان يبقى عملنا لك ملزمه كده. كتاب المدرسه قال لك ايه؟ اسمع، قال لك الحجوم المتساوية من الغازات تتمدد بنفس المقدار. لا، قال ايه تاني؟ الحجوم المتساوية من الغازات مالها يا اخويا؟ تتمدد بايه؟ بنفس المقدار. عارف يعني ايه كلمة تتمدد بنفس المقدار؟ يعني لو انا عندي نيتروجين وعندي اكسجين، ده غاز وده غاز، طالما حجمهم متساوي والحرارة زادت بمقدار، حجمهم بيزيد بنفس المقدار. تاني، لو انا عندي اكسجين وعندي نيتروجين وسخنت الاتنين، رغم ان ده غاز وده غاز، حجمهم بيزيد بنفس المقدار. معنى ان الغازات حجمها بيزيد بنفس المقدار. يا ترى بقى المقدار اللي الغازات كحجم بتزيد بيه اسمه ايه؟ احنا سميناه الفا في، اللي سميناه بعد اذن حضرتك كده معامل التمدد الحجمي. تاني علي صوتك، سميناه ايه؟ معامل التمدد الحجمي، اللي القانون بتاعه دلتا الفوليوم على الفوليوم 0 سيليزيوس دلتا تي. تعالى بقى كده يا اشرف يا حسام يا اخويا نقول من القانون ده وكل حاجه بتعبر عن ايه. بس قبل ما اقوله، بس احنا ايه اللي خلانا نكتبه؟ لان احنا اتفقنا ان الحجوم المتساويه من الغازات بتتمدد بنفس المقدار. المقدار اللي الغازات كلها بتزيد بيه احنا سميناه الفا في، اللي سميناه معامل تمدد حجمي، اللي بيساوي دلتا الفوليوم على فوليوم 0 سليزيوس دلتا تي. واحده واحده، مين دلتا الفوليوم؟ التغير في الحجم. الدلتا تي التغير في درجه الحراره. فوليوم 0 سليزيوس، قولها معايا، حجم الغاز عند 0 سليزيوس. حجم الغاز عند 0 سليزيوس. امتى نفكر نستخدم القانون ده؟ لما يبقى مديك في المسألة الألفا في، أو عايز منك في المسألة الألفا في، اللي هقول لك كده معلومة تخصها بس فيديو بقى شيت الحل اللي انت هتشوفه إن شاء الله بعد ده. طب حاجة كمان، هل في سكة تانية أو إثبات تاني ممكن نستنتج منه الألفا في؟ في قانون تاني بيقول لي إيه؟ فوليوم 1 على فوليوم 2، ذاكروا زي كده، 1 زائد ألفا في تي 1 تي 2. ده القانون التاني اللي برضو بنبتدي نفكر فيه في حالة ان احنا عايزين نحسب الالفا في، بس بيبقى مديني حجمين للغاز غير الصفر سليزيوس. يعني ده امتى استخدمه وانا بحسب الالفا في؟ لازم يقول لي في المسألة حجم الغاز عند صفر سليزيوس. طب افرض مديني حجمين غاز بس مفهومش واحد عند صفر سليزيوس، ساعتها انا بستخدم القانون ده، وهنفهم اكتر واحنا بنبص على فيديو حل الشيت. وبكده نقدر نقول ان احنا بفضل الله قدرنا نخلص اهم المعلومات اللي تخص قانون شارل في بورد واحده برضو يا معلم. يلا بقى حاول تعملها سكرين شوت. احنا خدنا كام قانون؟ احنا خدنا 1، ادي اول قانون، ادي تاني قانون، ادي تالت قانون، ادي رابع قانون، وادي الخامس، وادي السادس بتوعه الالفا في. اوعدني وعد ان انت ما تخشش على قانون جولي اللي هنبدا فيه دلوقتي هو والقانون اللي عن الغازات غير لما تستوب وتفتح فيديو حل شيت 2 بتاع قانون شارل، اسمه كده حل شيت 2، اللي فيه حل الواجب بتاع شارل، عشان تربط القوانين دي بالافكار اللي بتجيلنا اخر السنه. والفيديو بتاع شارل صغير جدا على ما اعتقد، معداه ساعه وربع، ساعه ونص. اتفقنا؟ المفروض دلوقتي انت بتسمعني بعد ما تشوف فيديو قانون شارل. هنبدا دلوقتي بفيديو قانون جولي وقانون عن الغازات، اللي بعد ما نخلصه
تفتحه علشان تبقى كواليفايد ومؤهل بعد في اخر الفيديو خالص بقى انك تفتح فيديوهات الامتحانات الشامله وتبتدي تحلها معانا واحنا بنحلها مع بعض. جاهزين؟ نبدا مع بعض في قانون جولي وقانون علم الغازات. يلا صلوا على سيدنا النبي. بص حبيبي، احنا اتفقنا مع بعض ان احنا علشان نقدر نوصف اي غاز ونقدر نتكلم على اي غاز في 3 كميات مهمين جدا جدا لازم ندرسهم. افكرك كده، كنا بنقول البي الضغط، الفوليوم الحجم، والتمبريتشر درجه الحراره. واتفقنا مع بعض ان احنا ما ينفعش ندرس ال3 مع بعض مره واحده. احنا عندنا 3 قوانين، بويل شارل جولي. كل مره هناخد 2 ندرسهم ونثبت الحاجه الثالثه. يعني بويل لو انت فاكر خدنا البي مع الفوليوم وثبتنا التمبريتشر. في شارل الحصه اللي نزلت على اليوتيوب اللي كنا بنتكلم عليها من شويه درسنا العلاقه بين الفوليوم والتمبريتشر وثبتنا البريشر. النهارده احنا جايين ندرس العلاقه ما بين البريشر والتمبريتشر وهنثبت الفوليوم. عشان كده قانون جولي اللي احنا بنسميه قانون الضغط، يبقى الحصه النهارده ليها اسمين، ساعات بنسميه قانون جولي او قانون الضغط. بيدرس العلاقه ما بين البريشر والتمبريتشر، ما بين الضغط والحراره عند ثبوت الحجم. طب يا ترى بقى الضغط مع الحراره ما بينهم علاقه طرديه ولا عكسيه؟ جولي عمل تجربه حلوه قوي بجهاز اسمه جهاز جولي عشان ندرس مع بعض العلاقه ما بين البريشر والتمبريتشر، يا ترى ما بينهم علاقه طرديه ولا علاقه عكسيه ولا عامله ايه. الراجل جاب ايه؟ جاب مانومتر، جاب المانوميتر بتاع الباب الاول اللي هو عباره عن انبوبه ذات شعبتين متصله بمستودع به غاز، وحط في الانبوبه ذات الشعبتين دي زئبق، وفي المستودع اللي فيه غاز محبوس حط فيه شويه زئبق. بس خلي بالك في ملحوظه مهمه جدا، الزئبق اللي حطه هنا صبع حجم المستودع. يعني هتشوف المستودع حجمه كام وهتحط زئبق صبع الحجم بتاعه. ليه؟ هقول لك ليه كمان شويه، بس عدي معايا الحته دي دلوقتي. والمستودع ده حطه في اناء، والاناء ده زي ما انت شايف فيه ميه، والميه دي احنا موصلينها بترمومتر عشان نقيس درجه حراره الميه. يبقى ده ترمومتر، ده ميه، الميه دي محطوط فيها مستودع، المستودع ده فيه غاز محبوس. مش كده وبس، فيه غاز، الغاز ده معاه زئبق، حيث الزئبق ده ليه حجم بيساوي صبع حجم المستودع. ليه؟ هنعرف كمان شويه. طيب الميه دي بقى هنعمل فيها حاجتين، مره هنخلي الميه دي درجه حرارتها 0 سليزيوس، ومره هنغليها لحد ما تبقى درجه حرارتها 100 سليزيوس. طب انت هتعرف ان هي بقت 0 ازاي وبقت 100 ازاي؟ من خلال الترمومتر اللي عندنا اهو. طب حلو قوي. لما نحط هنا تلج فنخلي درجه الحراره 0 سليزيوس، بص بقى اللي حصل، بسم الله. لما الحراره كانت 0 درجه سليزيوس، مش ده هنا الحراره بالسليزيوس، لما الحراره كانت 0 سليزيوس كان الضغط هنا كده هنسميه بي 0 سليزيوس. طب حلو قوي قوي. بعد شويه واحنا شايلين التلج وخلينا الميه دي تغلي، ومعنى ميه بتغلي يعني درجه حرارتها اصبحت 100. فلما جينا هنا، ركز معايا بالله عليك، لما جينا هنا وشفنا الحراره اصبحت 100 درجه سيليزيوس بالمنظر ده كده، لقينا ان الضغط ساعتها بيبقى اسمه الضغط عند 100 درجه سيليزيوس. يعني من الاول تاني، احنا هنا يا مستر حطينا ميه، الميه دي كان ليها درجتين حراره. لما حطينا تلج، ركز معايا، لما حطينا تلج كان الحراره 0 سليزيوس، ولما حطينا ميه مغليه كانت الحراره 100 درجه سليزيوس. لحد دلوقتي في مشكله؟ طب ركز معايا بقى، هل الغاز بذمتك ضغطه في الحالتين هيبقى ثابت؟ لا، ده احنا لقينا ان لما الحراره تبقى 0 سليزيوس لقينا ان الزئبق ارتفاعه قاعد يزيد هنا كده، ارتفاعه قاعد يزيد بالمنظر ده كده. يعني انت عايز تقول لي الضغط عند 0 درجه سليزيوس كان هيبقى عباره عن بي اي ناقص الاتش. الناس اللي مذاكره المانوميتر عارفه الكلام ده، لما بيبقى ارتفاع السائل في الفرع المتصل بالمستودع اعلى بيبقى ضغط الغاز بيساوي بي اي ناقص اتش. في مشكله؟ حلو قوي. بس لما خلينا الميه دي تغلي حصل الاتي، لما خلينا الميه دي تغلي ايه اللي حصل؟ هقول لك حل اهو، نمسح بس الكلام ده. لما حطينا هنا ميه مغليه لقينا ان ارتفاع الزئبق هو اللي زاد، بقى هنا اعلى بمقدار اسمه اتش. فعشان كده ضغط الغاز المحبوس عند 100 درجه سليزيوس هيبقى بي اي زائد اتش.
يعني الاول لما كنا حاطين هنا تلج كان ضغط الغاز بيساوي بي ان اس اتش، وكان ارتفاع الزئبق هنا اعلى. بس اول لما حطينا هنا ميه مغليه ارتفاع الزئبق الناحيه الثانيه زاد، فبقى ضغط الزئبق او ضغط الغاز بي اي زائد اتش. معنى كده ان انت لما سخنت الميه اللي حوالين المستودع، يعني سخنت الغاز، يعني رفعت درجه الحراره، ايه اللي حصل للضغط؟ زاد. حتى بص، لما الحراره كانت صفر الضغط كان هنا، لما الحراره بقت 100 الضغط بقى عند النقطه دي كده. يعني ايه اللي حصل للضغط حبايبي؟ زاد. ومعنى كلمه ان انا لما سخنت الضغط زاد، ان الضغط مع الحراره ما بينهم علاقه طرديه بالمنظر ده كده. ادي يا مستر الضغط مع الحراره زي ما انت شايف ما بينهم علاقة طردية. حلو قوي. طب هو أنا لو مديت الخط بالمنظر ده كده هنلاقي إن الخط ده هيقطع محور السينات عند رقم اسمه سالب 273 درجة سليزيوس. الناس اللي حضرت قانون شارل فهماني قوي قوي دلوقتي وأنا بشرح. لما أنا مديت الخط هلاقي إن الخط ده قطع محور السينات عند سالب 273 درجة سليزيوس. طب سؤال، هو لما الحرارة بقت سالب 273 سيليزيوس الضغط بقى بكام؟ بصفر. تاني لما الحرارة اهي سالب 273 بيقابلها ضغط بكام؟ بصفر. طب بذمتك هو في حاجة اسمها ضغط بصفر؟ يعني هل ينفع ضغط الغاز يبقى بصفر؟ مستحيل. قال لك يا مستر عشان كده النقطة دي انا وانت بنسميها حبيب قلبي الصفر المطلق. بنسميها ايه؟ الصفر المطلق. وبنعرفها ازاي؟ بنقول ان الصفر المطلق ده هو درجة الحرارة التي ينعدم عندها ضغط الغاز نظريا. يعني هو الضغط هنا انعدم على الشكل البياني، بس هل في الحقيقة بيحصل؟ لا. يبقى النقطة دي بنسميها انا وانت الصفر المطلق لان عندها الضغط بصفر. بس هل عندها الضغط بصفر في الحقيقة؟ لا، ده نظريا على الشكل البياني. فالنقطة دي بنسميها الصفر المطلق، وتعرفها هو الصفر او درجة الحرارة التي ينعدم عندها ضغط الغاز نظريا. يبقى الصفر المطلق تاني درجة الحرارة التي ينعدم عندها ضغط الغاز نظريا. يبقى من الاول تاني احنا جبنا مانوميتر، المستودع ده فيه غاز، الغاز ده حطيناه في اناء فيه ميه، الميه دي كان ليها درجتين حراره، مره كان فيه تلج فكانت الحراره صفر سيليزيوس، ومره سخنا اهو جبنا شمعه وقعدنا نسخن لحد ما الميه دي غليت فبقت الحراره 100 درجه سيليزيوس. لما الحراره كانت صفر لقينا ان الضغط هنا كده، لما الحرارة كانت 100 لقينا ان الضغط جه هنا كده. معنى كده ان لما الحرارة زادت الضغط زاد. يعني ما بين الضغط والحرارة علاقة عكسية ولا علاقة طردية؟ علاقة طردية. طب لما حاولنا نمد الخط ده كده قطع محور السينات عند كام؟ سالب 273. طب عند النقطة دي الحرارة بسالب 273 بس عندها الضغط بكام؟ بصفر. طب هل الضغط حرفيا يبقى بصفر؟ مستحيل. عشان كده بنسمي النقطة دي الصفر المطلق. هو درجة الحرارة التي ينعدم عندها ضغط الغاز نظريا، بس في الحقيقة مش بينعدم طبعا. لحد دلوقتي في مشكلة؟ طيب فاكر لما كنا بنقول انا وانت ان احنا عشان نحول من درجة الحرارة بالسيليزيوس لدرجة الحرارة الكلفينية بنجمع عليها 273؟ حصل. يبقى أنا لو عندي حرارة بالسيليزيوس عايزها تبقى كلفن بجمع على السيليزيوس كام يا معلم؟ 273. طب لو أنت صايع بقى امسك نقطة نقطة، النقطة دي الحرارة عندها كانت كام؟ سالب 273 سيليزيوس. طب لو أنا عايز أخليها كلفن أجمع عليها كام؟ 273. فالسالب 273 لما أجمع عليها 273 هتيجي هنا. حلو قوي. فساعتها هيبقى هنا صفر درجة كلفن وهتبقى العلاقة عاملة كده. يعني لما بنيجي نرسم العلاقة بالسيليزيوس ده شكلها. لو حولنا الرسمة دي من سيليزيوس لكلفن بيبقى ده شكلها، والكلام ده والله شرحناه في الحصة بتاع القانون شارل هو. يبقى تاني لما الحرارة تبقى قطعت هنا عند سالب 273 سيليزيوس، طب لو انا عايز اخليها كلفن اجمع على السالب 273 تطلع بالكلفن كام؟ صفر. اصبح بنأكد تاني ان عند ثبوت الحجم فإن الضغط يتناسب طرديا مع درجة الحرارة بس على تدريج كلفن. ما ينفعش نشتغلها سليزيوس، لأن احنا قلنا علشان نخش نكتب إن B1 على B2، ركز معايا بالله عليك، بتساوي T1 على T2 من الأول تاني. علشان ينفع نخش نكتب إن B1 على B2 بتساوي T1
على تي 2 لازم يتحقق شرطين. الشرط الاولاني ان تبقى العلاقه بين الضغط والحراره علاقه طرديه، وده حصل. الشرط الثاني ان لازم الخط المستقيم اللي بيعبر عن العلاقه ما بينهم يقطع عند الصفر. هل هنا الخط قطع عند الصفر؟ لا، ده قطع عند سالب 273. فما كانش ينفع نقول بي 1 على بي 2 بتساوي تي 1 على تي 2 بالسيليزيوس، ما ينفعش. علشان ده ينفع يا دكاتره لازم الخط يقطع عند الصفر. فعشان كده مسكنا الرسمه دي اللي هي بالسيليزيوس حولناها للكلفن، ان احنا جمعنا على كل رقم 273، فسالب 273 لما جمعنا عليه 273 قطع عند الصفر. فاصبح دلوقتي البريشر مع الحراره علاقه طرديه. مش كده وبس، كمان قطع عند الصفر. فاصبح من حقي اخش اقول ان بي 1 على بي 2 بيساوي تي 1 على تي 2. بس خلي بالك احنا بنعوض في القانون ده بدرجه الحراره الكلفينيه. اوعى بس تنسى كمان الحته دي عشان هنحتاجها كمان شويه في المسائل، الحته بتاعت المانوميتر. ان لو كان ارتفاع الغاز في الفرع الخالص، او انا اسف الفرع الخالص اللي متصل بالهواء اعلى، بيبقى ضغط الغاز زي الحاله دي كده بيساوي بي اي زائد اتش. بس لو كان ارتفاع الزئبق هنا اعلى هيبقى ضغط الغاز بيساوي بي اي ناقص اتش. خلي بالك من الحته دي، اوعى تنساها علشان هنحتاجها كمان شويه. السبوره دي مهمه جدا جدا جدا. في حاجه صحيحه، احنا ليه هنا حطينا الزئبق؟ يعني ليه هنا حطينا حته زئبق في المستودع حجمها صبع حجم المستودع؟ لان احنا لقينا ان معامل التمدد بتاع الزئبق، معامل تمدد حجم الزئبق 7 امثال معامل تمدد الازاز. فانا عايز لما الزئبق يتمدد الاناء كمان يتمدد بنفس المقدار عشان يفضل الحجم ثابت. لا ركز معايا، ركز معايا. اصل لو الازاز الاناء المستودع اللي فيه الغاز اتمدد والزئبق اللي جوه ده اتمدد بمقدار اكبر، حجم الغاز هيقل على فكره. ليه؟ انا عندي اناء اتمدد سنه والزئبق اللي جواه اتمدد سنتين، فهياخد حيز من حجم المستودع اللي جوه. بس انا عايز حجم الغاز اللي جوه يفضل ثابت، فانا عايز لما الاناء يتمدد بمقدار الزئبق يتمدد بنفس المقدار. حلو قوي. فانا حطيت زئبق صبع حجم الاناء لان معامل تمدد الزئبق 7 امثال معامل تمدد الاناء، عشان لو الاناء اتمدد بمقدار الزئبق يتمدد بصبع المقدار، فيفضل في الاخر برضو حجم الغاز ثابت لا يتغير. لان احنا اتفقنا ان جولي قال ان الضغط مع الحراره ما بينهم علاقه طرديه عند ثبوت الحجم. فعشان اضمن ان الحجم ثابت انا حطيت زئبق مش قد الاناء، انا حطيته صبع حجم الاناء، لان الزئبق بيتمدد 7 مرات حجم الاناء. عشان كده حتى لما يجي يقول لك ايه هي احتياطات جهاز جولي، يعني ايه هي اهم حاجه لازم تخلي بالك منها وانت بتعمل التجربه دي، انك تحط زئبق صبع حجم الاناء، وان الغاز ده كمان يكون خالي من اي بخار ماء. يعني الغاز ده لا يحتوي على بخار ماء، لان لو هنا دخل بخار ماء القوانين دي كلها تبوظ. يبقى لما اجي اقول لك ايه هي احتياطات جهاز جولي، ان الزئبق ده يبقى حجمه صبع حجم المستودع او صبع حجم الاناء، وان الغاز اللي جوه يخلو من بخار الماء. الحته دي مهمه جدا عشان ممكن تجيلنا سؤال مقالي، يا ريت تبقى كتبتها بعد ما انا قلتها. السبوره دي مهمه جدا جدا جدا. تعالى بقى نخش نشوف السبوره الجايه عايزين نقول فيها ايه. يلا صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بص حبيب قلبي، في جمله كده كتاب المدرسه كتبها، عايزين انا وانت نكومنت او نعلق عليها. الجمله دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الضغوط المتساوية من الغازات المختلفة تزداد بنفس المقدار. مستر مش فاهم. عند زيادة درجة الحرارة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا عندي هنا اكسجين وعندي هنا نيتروجين، وده كان مثلا الضغط بتاعه 1 ATM، وده الضغط بتاعه بلاش 1 بقى نخليها مثلا 11 ATM، وده الضغط بتاعه 11 ATM. حلو قوي. والكلام ده حصل لما درجة الحرارة كانت 0 سليزيوس. طب لو احنا سخناها مثلا خلاها 100 درجة سليزيوس،
لقينا ان ساعتها الضغط ايه اللي بيحصل له يا مستر؟ بيزيد بنفس المقدار. يعني لو الضغط هنا اتضاعف، الضغط هنا كمان يتضاعف. لو الضغط هنا زاد 4 امثاله، الضغط هنا يزيد 4 امثاله، بس خلاص. يبقى الضغوط المتساويه من الغازات المختلفة، يعني لو عندي غازين مختلفين بس ضغطهم متساوي، فإن ضغطهم بيزيد بنفس المقدار لما الحرارة كمان تزيد بنفس المقدار. طيب معنى كلمة إن الغازات ضغطها بيزيد بنفس المقدار، معنى كده إن في مقدار ثابت بتزيد بيه، صح؟ المقدار ده أنا وأنت بنسميه بيتا بي. لا تاني علي صوتك، بنسميه إيه؟ بيتا بي، وبنسميه بالعربي معامل الزيادة في الضغط. اللي احنا كنا في قانون شارل كان عندنا حاجة شبهه اسمها الالفا في، اللي كنا بنسميه معامل التمدد الحجمي، ده بقى بنسميه معامل الزيادة في الضغط، اللي بيساوي ايه؟ والله العظيم 3. نفس القانون لو انت مذاكر قانون شارل، مش كنا بنقول دلتا الفوليوم؟ لا انا هنا بتكلم على الضغط، يبقى دلتا البي. مش هنا كنت بقول او في قانون شارل فوليوم 0 سيليزيوس؟ لا هنا هيبقى الضغط عند 0 سيليزيوس، والدلتا تي درجة الحرارة. عشان كده الدلتا بي ده اللي انا بسميه انا وانت اهو التغير في الضغط، والدلتا تي اللي بنسميها التغير في درجة الحرارة، وبي 0 سيليزيوس اللي بنسميه انا وانت اهو ضغط الغاز عند 0 سيليزيوس. يبقى المقدار ده بيحسب لنا حاجه اسمها معامل الزياده في الضغط. ايه اللي خلانا نتكلم عنه اصلا؟ ان احنا لقينا ان ضغوط الغازات بتزيد بنفس المقدار لما الحراره تزيد بنفس المقدار. مقدار الزياده في الضغط ده هو ده اللي بنسميه البيتا بي، اللي سميناه انا وانت معامل الزياده في الضغط. لو احنا كمان حبينا نستنتج الوحده بتاعته مفيش مشكله. لو قلنا مثلا الضغط بنقيسه بوحده الباسكال، والضغط هنا بنقيسه بوحدة الباسكال، الحرارة بنقيسها بالكلفن، فالباسكال هيروح مع الباسكال، يتبقى 1 على كلفن اللي هي الوحدة بتاعته كلفن أس سالب 1، والرقم ده رقم ثابت، وهقول لك هيطلع بكام واحنا شغالين في المسائل كمان شوية. طيب حاجة كمان عايزين أنا وأنت ندردش فيها علشان نبقى خلصنا ما يخص الجزئية دي كده. طيب صلوا على النبي الصلاة والسلام. هو لو انا جيت هنا بعد اذنك، يعني لو انا جيت هنا وقلت لحضرتك انت قلت لنا ان البيتا معامل الزياده في الضغط بيساوي دلتا البي، حد هيزعل لو دلتا البي دي كتبتها بي 2 ناقص بي 1؟ لا. طب حد هيزعل لو الضغط عند 0 سيليزيوس سميته بي 1؟ لا مش هزعل. وادي هنا الدلتا تي. طب لو انا ضربت وسطين في طرفين، مش هيبقى بي 2 ناقص بي 1 بيساوي بيتا بي 1 دلتا تي؟ حصل. طب ايه رأيك لو انا مسكت ده وديته الناحية التانية بعكس الاشارة؟ فهيبقى بي 2 بتساوي بيتا بي 1 دلتا تي زائد بي 1، ده كان سالب راح الناحية التانية بقى موجب. طب ايه رأيك لو انا جيت هنا خدت البي 1 ده عامل مشترك؟ يلا لو خدت البي 1 مشترك هيتبقى بيتا بي دلتا تي، ولو خدت البي 1 مشترك يتبقى هنا كام؟ 1. طب هو انا لو بصيت على القانون ده، مش دلتا البي ده رقم بيتغير اسمه التغير في الضغط؟ طب مش الدلتا تي رقم بيتغير اسمه التغير في الحرارة؟ اذا الرقم الوحيد اللي ثابت هو ده، اللي هو الضغط عند 0 سيليزيوس اللي انا كنت مسميه بي 1. يعني البي 1 ده رقم ثابت، معنى كده ان البي 2 بيتناسب طرديا مع البيتا بي دلتا تي زائد 1. يبقى لو المقدار ده زاد بي 2 هيزيد، عشان ده كده كده رقم ايه سمعني ثابت. ده اللي هيخلينا نخش نقول ايه بقى؟ ركز معايا، انا بعمل كل الكلام ده عشان اخش اكتب القانون ده في الاخر. هيخليني اخش اكتب ان بي 1 على بي 2 مش هما ما بينهم علاقه طرديه؟ طيب ركز معايا، الواحد هيتحط هنا ويتحط هنا، الزائد يتحط هنا ويتحط هنا، البيتا رقم ثابت يتحط هنا ويتحط هنا. حلو قوي. طب درجه الحراره مش دي اسمها دلتا تي؟ يبقى هنا يبقى تي 1 وهنا هيبقى تي 2. طب انت ليه قلت هنا 1 على 2 بيساوي 1 على 2؟ عشان ما بينهم علاقه طرديه، والقانون ده مهم جدا جدا جدا
اللي بيقول لي ان بي 1 على بي 2 بيساوي 1 على 1 زائد على زائد بيتا على بيتا تي 1 على تي 2. احفظوا زي كده 1 على 1 زائد على زائد بيتا على بيتا تي 1 على تي 2. امتى نفكر في القانون ده وامتى نفكر في القانون ده؟ لما يجيب في المسألة اللفظ بتاع البيتا بي اللي بنسميه معامل الزيادة في الضغط. أنا عملت الإثبات ده بس للتوضيح مش أكتر، يعني أنت مش مطالب تقعد تحفظ فيه، لا أنا عملته بس عشان أفهمك القانون ده جه منين. وبكده يبقى خلصنا أهم القوانين وأهم المعلومات اللي أنا عايزك تعرفها في قانون الضغط أو قانون جولي. على فكرة هم كلهم على بعض 3 قوانين، ده واحد، إن العلاقة طردية يبقى بي 1. فكرك أهو إن العلاقة طردية، فقلنا إن بي 1 على بي 2 بيساوي تي 1 على تي 2. جميل قوي. وبعد كده لما اتكلمنا على موضوع إن الضغوط المتساوية من الغازات بتزداد بنفس المقدار، واثبتنا الكلام ده انا وانت بمثال، واتفقنا طالما المقدار ده ثابت سميناه انا وانت بيتا بي اللي بيساوي دلتا بي بي نوت دلتا تي. واستنتجنا ليه قانون تاني، يعني لما اطلب منك البيتا بي عايز تستخدم ده ينفع، وعايز تستخدم ده ينفع، مفيش اي مشكله. اتمنى نبقى فهمنا، ويبقى كده بفضل الله خلصنا الشرح الخاص بقانون جولي او قانون الضغط، وده القانون الثالث عندنا. طيب صلوا على سيدنا النبي. قبل ما نخش نحل بقى على قانون جولي اللي هتلاقي فيه الموضوع اسهل جدا جدا من شارل ومن بويل، والله الموضوع اسهل مما تتخيل، بس يمكن السبورتين اللي فاتوا يحسسك ان الموضوع فيه حوارات كتيره، بس ولا حوارات ولا حاجه. انت لما يجي نحل هتقول يا مستر ايه التفاهه دي، بس احنا بنحاول بس نراعي ربنا ونقول لك التفاصيل الصغيره اللي في ناس ممكن تعتبرها مش في المنهج اصلا. يعني بص بقى، اخر جزء عندنا في المنهج ان شاء الله القانون اللي بنسميه القانون العام للغازات. ايه بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه في قانون العام للغازات؟ صلي على سيدنا النبي وانا اقول لك. بص يا سيدي، هو مش احنا كنا اتفقنا من قانون بويل ان الضغط بيتناسب عكسيا مع الحجم؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ده الاخ بويل، افكرك اهو. طيب مش احنا اتفقنا كمان في قانون شارل؟ ركز معايا في قانون شارل لما قلت انا وانت كده ان الضغط، ركز معايا، ان الحجم بيتناسب طرديا مع درجة الحرارة. طب حلو قوي، ايه رأيك لو احنا ضمينا الاتنين دولت في بعض؟ يعني دي نظرية قانون شارل، او بطريقة تانية حتى ممكن افكرك كده، مش احنا قلنا ان الضغط بيتناسب طرديا مع درجة الحرارة، والكلام ده اللي قاله جولي؟ يبقى انا من بويل عارف ان الضغط مع الحجم علاقة عكسية، ومن جولي اللي لسه واخدينه من شوية انا عارف ان الضغط مع الحرارة ما بينهم علاقة طردية. ايه رايك لو جمعنا الاتنين دولت مع بعض كده؟ يعني لو احنا جمعنا دولت مع بعض هيبقى اذا الضغط بيتناسب طرديا مع الحرارة وعكسيا مع الحجم. يعني بدل ما اقول الضغط عكسي مع الحجم والضغط طردي مع الحرارة، جمعتهم مع بعض قلت اذا الضغط طردي مع الحرارة على الحجم. في اعتراض يا معلم؟ طيب ده كلام محترم قوي. طب ايه رايك لو ضربنا وسطين في طرفين؟ يعني اذا ركز معايا، هيبقى بي في الفوليوم يتناسب طرديا مع التي. في اعتراض؟ طب ايه رايك لو التي دي جبناها في المقام؟ يبقى اذا بي في فوليوم على التي بيتناسب طرديا مع الواحد. طب اخواتنا اللي معانا بقى من الترم اللي فات، انا كنت معودك ان احنا علشان نشيل علامه التناسب دي ونحط يساوي لازم نحط مقدار ايه؟ ثابت. يبقى انا كده عشان اقول ان بي فوليوم على تي وبدل علامه التناسب احط يساوي، لازم احط مقدار ثابت اللي انا وانت هنسميه كونست، هنسميه ثابت ونبروز كده. وده يا معلم القانون اللي بنسميه انا وانت القانون العام للغازات، اللي بيقول لنا ان حاصل ضرب الضغط في الحجم على الحرارة بيساوي مقدار ثابت. وبالمناسبة الثابت ده مش عليك رمزه، خليك بس عارف كده ان احنا بنسميه الثابت العام للغازات. يبقى الكونست ده بنسميه ايه بالعربي تاني؟ الثابت العام للغازات. يبقى انا كده اثبتت لك ان حاصل ضرب البي في الفوليوم على التي بيساوي مقدار ثابت اللي انا وانت بنسميه الثابت العام للغازات. وده بقى يخلينا نخش نقول، بس بعد ما تصلوا على سيدنا النبي، في حالة ان انا عندي غاز حصل له اي مضاعفات، حرارته زادت، ضغطه زاد، حجمه اتغير، ده يخلينا نخش نقول اذا ان بي واحد، بسم الله، اذا بي واحد
فوليوم 1 على تي 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2 على تي 2. وده القانون الاول اللي عندنا في القانون العام للغازات، اللي بيقول ان بي 1 فوليوم 1 على تي 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2 على تي 2. ده مش كده وبس، كمان ده لو جيت قلت لك عند خلط، ركز معايا، غازين او اكثر، عند خلط غازين او اكثر، من حقي اخش اقول ان بي خليط، بسم الله، في فوليوم خليط على تي خليط بيساوي، يلا بقى كملوا معايا، بي 1 فوليوم 1 على تي 1 زائد بي 2 فوليوم 2 على تي 2، وهو المطلوب. الكلام ده في منتهى الأهمية. يبقى أنا كنت عارف من بويل إن البريشر عكسي مع الحجم، وعارف من جولي من شوية إن البريشر طردي مع الحرارة. رحت جمع الاتنين دولت مع بعض، قلت إن البريشر طردي مع التي وعكسي مع الفوليوم. وبعد كده رحت ضارب وسطين في طرفين، يبقى بي فوليوم طردي مع التي. التي ممكن اجيبها في المقام تحت فتبقى طردي مع الواحد. عشان اشيل علامه التناسب واحط يساوي، لازم الواحد ده يتضرب في ثابت، انا وانت هنسميه كونستنت او ثابت بالعربي، اللي بنسميه الثابت العام للغازات. وده ليه رقم وليه رمز، بس مش عليك، الكلام ده كان زمان في المنهج بس اتلغى. يبقى لما اجي اقول لك حاصل ضرب البي في الفوليوم على التي بيساوي مقدار ثابت، القانون ده اسمه قانون عام للغازات. طب لو انا عندي حالتين، يبقى اخش اكتب بي 1 فوليوم 1 على تي 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2 على تي 2. طب لو خلطت، يبقى بي خليط فوليوم خليط على تي خليط ايكوال بي 1 فوليوم 1 على تي 1 زائد بي 2 فوليوم 2 على تي 2. لحد دلوقتي في مشكله؟ طيب صلوا على سيدنا النبي. قبل برضو ما نخش نحل، تعالى كده اقول لك على معلومه مهمه جدا تهمنا. بص يا سيدي، انا عايز اقول لك ان الثابت العام للغازات ده هو اسمه رقم ثابت. فالرقم الثابت ده عايزك تعرف المعلومه دي، ان لا يتغير الا بتغير حاجه من الاتنين، نوع الغاز او كتلته. ليه؟ هو ده ليه علاقه بالحاجه اللي اتلغت عندك في المنهج، فالصراحه مش موضوعنا نقعد نهري ونتكلم فيها. خليك بس عارف المعلومه دي، ان الثابت اللي عند الغازات اسمه ثابت، يبقى لا يتغير الا بتغير نوع الغاز او كتلته. يعني كل غاز ليه رقم ثابت بيميزه، اسمه الثابت العام للغازات. طيب حاجه اخيره بقى، مش انت بتقول لي ان القانون اللي عندنا اللي بنسميه القانون العام للغازات، اللي هو بي 1 على فوليوم 1 او بي 1 فوليوم 1 على تي 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2 على تي 2؟ طيب ايه رايك لو عملت حركه كده، قول لي انت هتزعل عليها ولا لا؟ انا هنزل هنا بي 1 على تي 1 وهنزل هنا بي 2 على تي 2. الفوليوم بقى، هو لو انا شلت فوليوم 1 وحطيت بدلها ام 1 على رو 1، وشلت فوليوم 2 وحطيت بدلها ام 2 على رو 2، حد هيزعل؟ لا. تزعل ليه؟ مش انا عارف ان الرو بتساوي ام على فوليوم، يبقى الفوليوم بيساوي ام على رو. طب فاكر لما قلنا ان احنا لما بنسخن او نبرد الغازات في حاجتين بيفضلوا ثابتين مش بيتغيروا، او في حاجه بتفضل ثابته مش بتتغير، مين هي؟ الكتله. انا عارف ان ام 1 بتساوي ام 2، فممكن اطيرهم مع بعض. فلما يطيروا اصبح القانون دلوقتي بيقول لي ان بي 1 رو 1 دي هتنزل تحت، يبقى هنا رو 1 تي 1، هنا بي 2 ورو 2 كمان هتنزل تحت، يبقى رو 2 تي 2. وده برضو هو القانون العام للغازات. يعني لما اجي اقول لك القانون العام للغازات ايه هو، ممكن اكتب ده وممكن اكتب ده، بس ده بستخدمه لو عندي حجوم وده بستخدمه لو عندي كثافات، ده الفرق ما بينهم. فلما اجي اقول لك ده مين؟ قانون عام للغازات. وده مين؟ برضو القانون العام للغازات، بس الفرق ده بستخدمه لو انا عندي حجم، وده بستخدمه لو لقيت في المساله عندي كثافات، زي ما هنشوف انا وانت كمان شويه. وبكده بفضل الله نبقى خلصنا شرح قانون جولي وخلصنا شرح القانون العام للغازات، اخر شرح عندنا في المنهج. تعالى بقى نسمي الله ونبدا مع بعض نشوف سريعا كده سريعا الحل بتاعنا بقى، بتاع اخر شيت عندنا في المنهج، شيت 3. بس صحيح قبل ما نخش نحل عايز اقول لك على حاجه، افكرك كده ان احنا كان عندنا 3 قوانين في الاول. كان في قانون بويل، وكان في قانون شارل، وكان في قانون جولي، واخيرا خدنا القانون العام للغازات.
ازاي اقدر افرق ما بينهم في المسائل كده سريعا قبل ما نخش نحل؟ بص يا سيدي، هو قانون بويل كان بيقول ان الضغط بيتناسب عكسي مع الحجم عند ثبوت الحراره لما تي. يعني امتى استخدم قانون بويل؟ لازم المساله يبقى فيها الحراره ثابته. كنا ساعتها بنخش نكتب ان بي 1 فوليوم 1 لو انت فاكر بتساوي بي 2 فوليوم 2، ده كان القانون بتاعنا. طيب في حالة شارل كان بيقول لي ان الفوليوم بيتناسب طردي مع الحرارة لما البريشر از كونست، لما الضغط يبقى ثابت. ساعتها كنا بنخش نكتب ان فوليوم 1 على فوليوم 2 بيساوي تي 1 على تي 2. طيب حلو قوي. واخيرا قانون جولي اللي كان بيقول ان الضغط بيتناسب طرديا مع الحرارة بس لما الفوليوم از كونست، عشان نخش نقول ساعتها ان بي 1 على بي 2 بتساوي تي 1 على تي 2. يعني انت لازم تقول عشان استخدم قانون بويل تبقى الحراره ثابته، عشان استخدم قانون شارلي يبقى الضغط ثابت، عشان استخدم قانون جولي يبقى الحجم ثابت. ايه القانون العام للغازات؟ مفيش حاجه ثابته. القانون العام للغازات مفيش حاجه ثابته. لما كنا بنقول ان بي فوليوم على تي بيساوي مقدار كونستنت، مقدار ثابت، فده كان بيخلينا نخش نقول ان بي 1 فوليوم 1 على تي 1 بيساوي بي 2 فوليوم 2 على تي 2. يبقى الفرق بين امتى استخدم ده وامتى ده وامتى ده وده لازم يبقى في حاجه ثابته. في القانون العام للغازات مفيش ثوابت، يعني الحراره بتتغير، الضغط بيتغير، وكذلك الحجم كمان بيتغير. السبوره دي مهمه قوي قوي عشان تعرفك ايه الفرق بين الاربع قوانين. ده الباب، يعني لو حبينا نجمع الباب كده كعناوين رئيسيه هو ده الباب الاخير اللي عندنا. وبكده بفضل الله نقدر نقول ان احنا عملنا مراجعه محترمه جدا جدا على الباب، وراعينا ربنا والله. قلنا تفاصيل مش بنقولها في السنتر لطلابنا حبايبنا اللي في السنتر اللي وحشتوني قوي 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 قوي، وطلابنا اللي بيدعوا لنا وبنسمع منهم كومنتات حلوه في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه. نتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم، وسامحونا ان احنا مش شغالين اونلاين السنه دي تانية ثانوي، بس ان شاء الله بدايه من السنه الجايه نقدر نكون معاكم في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه، ويبقى في اخبار حلوه قوي للمحافظات ان شاء الله السنه الجايه. نتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم. تعالى بقى دلوقتي بعد ما تبقى شفت فيديو مراجعه المواعي الساكنه بالسبع شيتات بتوعه، وبعد ما تبقى شفت الفيديو ده بالثلاث شيتات بتوعه، المفروض دلوقتي تبقى كواليفايد انك تخش بقى تحل امتحانات شامله معانا. وتعالى نشوف اول امتحان شامل عندنا ان شاء الله في الفيديوهات اللي هتبقى نازله كده كبلاي ليست على اليوتيوب، وهتبقى متوفره ان شاء الله. وانت بتشوف الفيديو ده باذن الله تبقى نزلت او قبل الامتحان بتاعك بيومين ثلاثه بالكتير هتبقى متوفره على قناتنا على اليوتيوب. نتمنى نكون عند حسن ظنكم، وسامحونا الفتره اللي فاتت لو احنا كنا مقصرين معاكم بسبب ثالثه ثانوي، بس ربنا يعلم احنا بنحبكم في الله ازاي. اخوكم اشرف حسام، سلام.